السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبطال، مساءكم جميع على قناتنا وقناتكم أبطال وبطولات. في الفيديو دوت هنتكلم عن تصريحات مكوينة ومدرب صن داونز ورد مستر كولر عليه. قبل ما اتكلم في أي حاجة أستأذنك لو حضرتك أول مرة تشوفنا اشترك معانا وفعل زر الجرس تجد كل جديد إن شاء الله، وكل حاجة تليق بيك حاجة محترمة وكويسة. ردودنا على مكوينة بيقول إن الأهلي كبير أفريقيا ونادي كبير، لكن أول مرة أشوفها فيه بيطلب التغيير المواعيد، بيطلب تأجيل المباريات. إيه اللي حصل مع الأهلي؟ هو الأهلي خايف ولا إيه؟ فيما معناه. وتاني اتكلم تاني قال لك أنا حزين على الأهلي، إن الأهلي كل ما يلاعب صن داونز يطلع يقول إن الحكام ظلمته وإن هو ليه أهداف أو ليه ضربات جزاء أو حاجة زي كده. طبعا رد مستر كولر عليه كان في كلمتين، قال له أنا لما علقت على الحكام والتحكيم علقت على ضربة الجزاء اللي كان المفروض ان الحكم يرجع للفار مش على التحكيم. انا اتكلمت على اللقطة دي ان الحكم المفروض يرجع للفار عشان الاهلي يستحق ضربة جزاء صحيحة. وفعلا كل الاسئله التحليلية اثبتت ان الاهلي فعلا له ضربة جزاء، ما فيهاش كلام. رد الاهلي من وجهة نظر متواضع، يعني انا واحد من الناس ان شاء الله رايحين الماتش بكره في 50,000، مش عايز اقول لحضراتكم في ثورة على واتساب، ثورة كبيرة. اللي مش رايح زعلان واللي رايح بيشجع زمايله بالهتاف يعني اقول لحضراتكم في ناس بتنشر اغاني الاهلي زي كابتن احمد يحيى، طلب مني ان انا ادمن في كذا جروب على الواتساب، طلب مني ان انا ادخله في الجروبات دي عشان يحمس الناس وينشر اغاني الاهلي وهتافات الاهلي عليهم في الجروبات، عشان الناس الجديده اللي اول ما تروح الاستاد تحفظ الهتافات دي عشان تقدر تردد، عشان عايزين 50,000 صوت، 50,000 حنجرة، 50,000 هتاف موحد بيشجع للأهلي. لو في بقى الاستاد كله هيبقى تالتة شمال إن شاء الله، مقصورة درجة تانية، تالتة يمين تالتة شمال، كله هيبقى تالتة شمال إن شاء الله. وهتاف الجمهور هيهز الملعب ويزود حماس الأهلي ويرعب صن داونز. بكرة ماتش مهم جدا، ماتش ما فيهوش كلام، لا يقبل القسم على اتنين زي ما بيقولوا. حاجه من اتنين، يا تغلب يا تروح. والاهلي عيب قوي وكبيره قوي ان الاهلي يتغلب على ارضه، فان شاء الله الاهلي وجمهور الاهلي هيتكاتفوا وكلهم ثقه في بين الجماهير للعيبه، وان شاء الله اللعيبه هتقدر ده وتعمل المطلوب منها، ومش مطلوب منها غير انها تجيب جولين 2-0. وانا اتوقع ان شاء الله الاهلي هتغلب 2-0 ان شاء الله ونصعد على صن داونز، وان شاء الله هيكون مباراه كبيره، وان شاء الله هنعمل المطلوب مننا اللي الصح انه يتعمل. يعني احنا مش يعني ايه، الفريق مش هيقول حاجه مختلفه. الاهلي الطبيعي بتاع الاهلي انه يلعب عشان يكسب، وفي ارضك وفي بطوله كبيره زي دي لو اتغلبت هتطلع، يبقى طبيعي ان انت لازم تكسب عشان خاطر تحافظ على اسمك وتحافظ على سمعتك وتحافظ على مكانتك الافريقيه العظيمه. الماتش يعني في اخبار جميله، ان شاء الله امام هيلعب ان شاء الله، والمفروض ان ياسر هيلعب بجنب عبد المنعم، ممكن اكرم يبتدي بدل هاني، وده انا افضله ان اكرم يعني فايق شويه وحماسه اعلى من هاني. يعني حماس هاني طبعا لعيب عظيم ولعيب جميل ولعيب كبير، وانا من الناس اللي بحب محمد هاني وبحترمه جدا، لكن وجود اكرم اتقل شويه في المنطقه ديت، وان شاء الله هيعمل فارق هو معلول مع امام مع رضا سليم، ان شاء الله يبقى فيه فروقات كويسه، وان شاء الله حسين الشحات يعمل حاجه بكره، وان شاء الله الاهلي يفوز 2-0 ونقدر نعمل حاجه كبيره لفريقنا باذن الله تعالى. كان معاكم احمد زيكو على قناه نقالكم ابطال. لو حضرتك مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس تصل كل جديد. السلام عليكم.